لأن بلاد الكفر فيها إنسانية أكثر من بلاد المسلمين والعرب. الإنسان في بلاد المسلمين والعرب حقير مذموم ذليل لا يساوي فلسا واحدا ثمنه رصاصة. أما الإنسان في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا هو إنسان محترم مقدر، يعطى حقوقه وعليه ويعطى واجباته، ويحترم في مرضه وفي كبره وفي شبابه وفي فقره وفي كل شيء من حاجياته. تأتي الشركات إلى بيته فتصلح أصغر تفصيل في البيت. في تلك البلاد الكافرة يهتمون بكل تفصيل لراحة إنسانهم، وفي بلاد العرب والمسلمين يهتمون بكل ما يجرح كرامتك، وبكل ما يذلك، وبكل ما يسقطك، وبكل ما يمحق وجودك وتاريخك وحاضرك ومستقبلك، وبكل ما يكون يجر إليك الإذلال في كل يوم إذا لم يشاركوك في مصنعك وفي تجارتك وفي شركتك، إذا لم يشاركوك في هوائك ومائك وحتى قمامتك، إذا لم يشاركوك في دوائك، إذا لم يشاركوك حتى في غرفة نومك، لا يستطيعون أن يتركوك تعيش بهناء على الإطلاق. هؤلاء ساستكم، وهؤلاء أصنامكم التي تعبدونها، هؤلاء هبل ثم هبل ثم هبل الذين يعبدون في كل شارع وفي كل مدينة وفي كل حي وفي كل قرية لتصلوا إلى الصنم الأكبر. هبل لكل طائفة ولكل جماعة ولكل فرقة ولكل مذهب ولكل دين ولكل بلد إسلامي أو عربي. إنكم هكذا تعيشون أيها العرب والمسلمون في بلادكم، إنكم تعبدون أصناما. والدليل على ذلك إذا شتم صنم من هؤلاء وين بيصير؟ بس سب الله ليلا نهارا، اكفر في وسط الطريق، حدا بيقول لك شيء؟ حدا بيعترض عليك؟ ابدا. لكن جرب سب لك شيء صنم من هؤلاء، وين بتصير؟ وين بتصير؟ لا نتعامل معهم على اساس انهم قادة، بل على اساس انهم اصنام كاصنام ابي جهل وعتبة وشيبة. لا نتعامل معهم على اساس انهم رؤساء وزعماء نحترمهم بما يقدمون، بل نتعامل معهم على أننا عبيد عندهم. حتى لو قلنا وصرخنا ليلا نهارا بأننا أحرار، نحن عبيد في ديننا للمشايخ الذين يكذبون علينا ويزورون الدين، للمشايخ الجهلة الذين لا يعرفون ما معنى الدين وما معنى الإسلام وما معنى